يعني لو كانت هي اللي خانته كان هيسكت، ولما ربنا يردها لك ويفضحك في قلب بيتك. شفت ده زوج فلانه ماشي مع كام واحده، ده بيدل على انك بتنتعش وبتتبسط لما تشوف الناس على معصيه، عشان انا لوحدي اللي وحش وده نقص. طب هضحكوا، انت نسيت نفسك؟ وانت اللي رايحه في كل حته تحكي مع اصحابك وقرايبك عن فلان اللي بيخون مراته وفلان اللي بتخون جوزها، مش عشان الصحفيين استحلوا الخوض في اعراض الناس نقوم نقلدهم. اكيد ليهم معاصي وبلاوي، يعني مش انبياء ولا ملائكه، ويعمل قعدات ويعمل حفله على الناس. ده مرض نفسي. عايزاكي تقعدي تتخيلي كده لما يحصل فيكي اللي انت عملتيه في الناس. كلنا بنعمل بلاوي، وفي ناس ما تعرفش اي حاجه عن الاحترام بتفضح. لو بتتناقل فضيحه لحد مشهور او شائعات او اسرار عائلات، فتروح تمسك فلان مثلا تقول له شفت ده زوج فلانه ماشي معرفش مع كام واحده، شفت زوجة فلان ماشية مع فلان. حتى لو كان الخبر منتشر وكل الناس عارفاه، الناس المحترمة اللي في قلبها رحمة فقط هم اللي مش هينشروا. كونك أول ما تسمع عن فضيحة لحد من المشاهير اللي هي غالبا بتبقى فرقعة إعلامية، أو حتى لو كانت فضيحة حقيقية، وتروح تاخد الخبر وتنشره كده بدون تثبت، فده بيدل على إنك بتنتعش وبتتبسط لما تشوف الناس على معصية، وبدل ما تنصحهم وتستر عليهم بتروح لكل اللي تقابله وتحكي له. ونفسيا كمان السلوك ده بيدل على إنك بتعمل معاصي وبلاوي، وما صدقت لقيت حد عامل مصيبة عشان تثبت لنفسك وللي حواليك اهو اتفرجوا مش انا لوحدي اللي وحش، ده فلان كمان بيعمل وبيسوي وده نقص. طب هضحكوا، انا طلع لي صفحة واحد جارنا معروف في المنطقة عندنا رسمي نظمي فهمي انه بتاع بنات، الناس كلها عارفة كده. لقيته ناشر خبر ان فلان المشهور ماشي مع فلانة في الحرام، ونزل ضحك وتريقة واستهزاء باخلاق الشخص المشهور ده. طب يا استاذ افرض ان الخبر ده اشاعة، موقفك ايه يوم القيامة منه ومن الناس اللي انت خدعتهم بالخبر الكاذب؟ طب لو الخبر صحيح، انت نسيت نفسك؟ يا جماعة اللي بيته من ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. انت ربنا عز وجل اللي لسه سترك، فما تتغرش. وانت اللي بتتريق وبتفضح، عندك استعداد تنزل صورك مع البنات اللي انت ماشي معاها؟ عندك استعداد تنزل على صفحتك مكالماتك والشات اللي حصل بينك وبينهم، او فيديوهاتك وانت بتقابلهم صوت وصورة وتفرج الناس؟ طب بتعمل في الناس كده ليه؟ ولا عشان هم مشاهير فكرناهم مش بني ادمين بقى واستحلينا فتحهم؟ وانت اللي رايحه في كل حته تحكي مع اصحابك وقرايبك عن فلان اللي بيخون مراته وفلان اللي بتخون جوزها. تركتي كام صلاه؟ عرفتي كام شاب في حياتك؟ ولما ربنا يردها لك ويفضحك في قلب بيتك، هتتبسطي برضو زي ما بتتبسطي بفتح الناس؟ مش عشان الصحفيين استحلوا الخوض في اعراض الناس نقوم نقلدهم ونجري ورا اخبارهم. ده الصحفيين دول بالذات قص الفتنة والبلاء في الكوكب كله، إلا من رحم ربي. هيقفوا كده قدام ربنا عز وجل يوم القيامة ويحاسبهم على نهمهم المتواصل على فضح الناس، واللي فضح الناس ربنا هيفضحه على رؤوس الأشهاد لو ما تبش. هم أكيد لهم معاصي وبلاوي، يعني مش أنبياء ولا ملائكة الصحفيين دول. فمادام كلنا عصاه ياريت نرحم بعض وربنا يسترها علينا كلنا. المشكلة ان في ناس واخدة دور الصحفيين دول، قايمين وسطينا بدور الصحفي، يجري عايز يسمع الخبر من هنا ويعرف ده عمل ايه وده جاب ايه، ولازم يكون هو اللي عنده السبق الصحفي، يعني لازم هو اللي يكون عارف الخبر قبل اي حد، وياخده بقى ينشره هنا وهنا وهنا، ويعمل قعدات ويعمل حفلة على الناس. ففتح الناس بالطريقة دي والجري ورا اخبارهم ده مرض نفسي. اللي بيعمل كده واحد عارف ان هو عامل بلاوي وبيستمتع لما بيشوف الناس عاملة بلاوي هي كمان. انما الانسان اللي بيستر ده انسان في قلبه رحمة، حتى لو هو بيعمل ذنوب ومعاصي بس بيحب يستر، يحط نفسه مكان الناس. حب لاخيك ما تحبه لنفسك. انت بتحب ربنا يسترك وانت تحبي ان ربنا يسترك، ما تروحش انت بقى تفضح الناس، ما انت مش ملاك. عايزاكي تقعدي تتخيلي كده لما يحصل فيكي اللي انت عملتيه في الناس، الفضايح اللي قلتيها، الصور اللي نشرتيها، الرسائل اللي فرجتيها للناس. لو انت اللي وقعتي في الغلطة دي وسقطتي السقطة دي وزوجك اللي عمل فيكي كده، كنت هتحسي بايه؟ اكيد كنت هتتمني انه يستر عليكي. عارفه ان حد هيقول لي يعني لو كانت هي اللي خانته كان هيسكت؟ الاصول والادب بيقول ان هو يسكت، يا يستر عليها وتستر عليه ويساعدوا بعض على التوبه وعلى الطريق المستقيم، يا ينفصلوا ويتطلقوا من سكات كده من غير ما نفرج الناس علينا بدون شوشره. على فكره ذاكره العوام 3 ايام، يعني كل الهليله اللي انت عملتيها دي هتتنسي، وهو كراجل في مجتمعنا الشرقي هيعيش حياته وهيروح يتجوز ولا هيروح يتبسط زي ما هو عايز، محدش هيفتكره تاني خلاص. انما انت الناس هتخاف منك، حتى اللي ماشي في السليم مش هيثق فيكي لانك ما سترتيش على حد. كلنا بنعمل بلاوي وكلنا عارفين عن بعض بلاوي، لكن في ناس محترمة بتستر وفي ناس ما تعرفش اي حاجة عن الاحترام بتفضح، بس ما بتفضحش نفسها، بتروح تفضح غيرها.
لكن ما عندهاش الشجاعة ان هي تروح تقول ده انا عملت وسويت، ده انا قابلت فلان يوم كذا، ده انا اتصورت مع فلانة يوم كذا. عايزة اعرف بس كل انسان بيتريق او بيسخر من انسان مذنب وبيفضحه في وسط الناس هيعمل ايه لو ربنا شاء ان هو كمان يتفضح؟ يا ريت نتقي الله، ولما نسمع عن خبر من الاخبار دي نقلبه على طول كأننا مش شايفين حاجة ونسكت. النهاردة ربنا عز وجل ساترنا، يا عالم بكرة شكله ايه، يا رب يسترها معانا. كنت معاكم كنزي زهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.